مرحبا بكم يا أصدقاء وفقرة التحدي مع صديقكم منجوس وصديقي محمد وعلي. حيوا الأصدقاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام يا أصدقاء. هل أنتم جاهزون للتحدي؟ أجل جاهزون. نعم. وأنتم يا أصدقائي المشاهدين هل أنتم جاهزون؟ أحسنتم. هيا بنا إلى السؤال الأول. حسنا، السؤال لك يا محمد، هل أنت جاهز؟ نعم. السؤال يقول: من هم الملائكة؟ 1. هم عالم غيبي خلقهم الله من نور. 2. هم الجن. 3. هم موجات إيجابية. الجواب هو الأول. حسنا، هم عالم غيبي خلقهم الله من نور. هل هي إجابة صحيحة؟ أحسنت يا محمد، لقد كان جوابا صحيحا. نعم. والآن لننتقل إلى السؤال الثاني إلى علي. السؤال يقول: ما معنى الإيمان بالكتب السماوية؟ هل هو تعليقها أم التكذيب بها أم التصديق بها؟ ماذا تختار؟ أختار الجواب الثالث، والذي يقول التصديق بها. هيا نرى الجواب. لقد كان جوابا صحيحا. أحسنت يا علي. لقد فعلتها. أحسنت. هل تعرف كتابا من الكتب السماوية؟ أعلم. اذكر واحدا. القرآن الكريم. أحسنت. ماذا عنك يا محمد؟ الإنجيل. ممتاز. ماذا عنكم يا أصدقاء؟ ارسلوا لنا إذا كنتم تعرفون، في وأنا متأكد أنكم تعرفون كما قال علي في التعليقات. هيا إلى السؤال الثالث لصديقنا محمد. السؤال يقول: ما هو آخر الكتب السماوية؟ هل هو الإنجيل أم القرآن أم هو التوراة يا محمد؟ الجواب الثاني وهو القرآن. فلنرى. أحسنت يا محمد، لقد كان جوابا صحيحا. نعم، فعلتها. ماذا عنك يا علي؟ هل نذهب إلى السؤال الرابع؟ أجل. هل أنت مستعد؟ 100%. إذن إلى السؤال الرابع. السؤال يقول: ما هو القرآن؟ هل هو كلام البشر أم هو قصائد شعرية أم هو كلام الله غير مخلوق؟ ما رأيك؟ الجواب الثالث، كلام الله غير مخلوق. إذن اخترت الجواب الثالث، فلنرى الجواب. هل هو صحيح؟ أحسنت يا علي، لقد كان جوابا صحيحا. أجل، لقد فعلتها. إذن فقد كانت أجوبتكم كلها صحيحة. على أن نلتقيكم في فقرة قادمة وحلقة جديدة. نستودعكم الله يا أصدقاء، وصديقي محمد وعلي ودعوا أصدقائنا. إلى اللقاء. إلى اللقاء يا أصدقاء.